درهم القرابات تسكت منه 3 د القطع. القطعة الأولى سنة 1965 ميلادي، الموافق له 1384 هجري. كما لاحظتوا هو مكتوب فيه درهم واحد، هذا كان أول درهم در القرابات. هنا الصورة ديال جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، هنا المملكة المغربية كما كتلاحظوا. درهم ثاني سكة سنة 1968 ميلادي، موافق له 1388 هجري. نفس الكتابة، واحد درهم، نفس الحجم، نفس الصورة، الفرق في التاريخ فقط كما كتلاحظوا. الدرهم الثالث سكة سنة 1969 ميلادي، الموافق له 1389 هجري. كما كتلاحظوا نفس الكتابة، نفس الحجم. هذه هي المعلومة اللي بغيت نوضحها. أما بالنسبة كاين بعض الإخوان عاوتاني والأصدقاء طلبوا مني خصهم يعرفوا الثمن والموقع، خصهم يعرفوا الموقع فين كتباع هاد الكبسولات. الكبسولات هادو خصهم يعرفوا فين كتباع. انا غنخلي لكم الرابط من تحت. هادو الثمن ديالهم يعني بسيط، الثمن ديالهم ماشي غالي، بسيط، وحتى الارسال مجاني، وفي اي دوله كنتي يوصلوا لك، فهمتيني. وكاين الاحجام، كاين حجم صغير، كاين حجم كبير بحال هادو، كاين حجم صغير كما كتلاحظوا. العمله كتبقى محفوظه دائما. انا النصيحه ديالي اخواني اخواتي، خصكم تحافظوا على العمله. العمله كل ما حافظتوا عليها القيمه ديالها كتكون طالعه. العمله الا كانت محفوظه وهذه كتكون طالعه، لان العمله ملي كتبقى تلمس باليد واليد كيكون فيه العرق وكان كيكونش نظيف، العمله كما كتبقاش كيما يكون. واخا العمله كتكون باقا نقيه، ولكن مع المده ما كتبقاش، حتى البريو ديالها ما كيبقاش، والعمله كتضيع، يعني ما كتبقاش كما قلت القيمه ديالها ما كتبقاش القيمه ديالها مزيان. ها نتوما كما كتلاحظوا كاين عاود هذا الكرتون، هذا كيكون مفتوح، كدير فيه العمله من في الوسط وكتشدها، كتبقى العمله محفوظه. هانتوما كتلاحظوا كتبان التاريخ، كيبان الكتابه، يعني العمله ما كيدخل لا رطوبه لا غبره لا حتى شي حاجه، كتبقى محفوظه العمله كما هي. كانت جديده كتبقى جديده، كانت شويه باقا ما هذيك، المهم كتبقى على الاصل ديالها. المهم اللي كاين قلت لكم حتى الكرتون راه فيه الاحجام، فيه الحجم كبير، يعني ديال الحجم كبير والحجم صغير. هذا راه بلاستيك هنايا باش واخا تلمس العمله في هيدا تلمسو ما كي العمله ما كتوسخ، ما كتبقى على الاصل ديالها. هذا بلاستيك هنايا، كاين هذا الكرتون وهذا البلاستيك، والثمن ديالهم يعني رخاص بزاف، الثمن ديالهم بسيط. كاين هذا الالبوم عاوتاني، كاين هذا الالبوم. انا هذا الطرق اللي كنستعمل. العمله كتبقى نظيفه وكتبقى انيقه العمله كما كتلاحظوا. يمكن لك تجبد العمله ديالك، الاحسن خليها يعني نوريكم كيفاش وصافي. كتجبد العمله ديالك، ها هي عاوتاني تغطى. العمله دائما محفوظه. حتى هذا الالبوم عاوتاني فيه الاحجام، فيه الحجم الكبير، فيه الحجم الصغير، والثمن ديالهم كما ذكرت يعني مناسب، والعمله كتبقى محفوظه مرتبه. حتى ترتيب العمله كتبقى مرتبه. هذا الالبوم كيعجبوني حتى ديك هاد الكبسولات حتى هما مزيانين، وانا شي دايرو في الكبسولات شي دايرو في الالبومات. والعمله انا قلت لكم كتبقى مرتبه، كتمشي ديريكت العمله عندك. مثلا اي دوله اي عمله كتمشي راه معروفه عندك داكشي مرتب. هادشي اللي كاين اخوتي. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا وهاد المعلومات اللي ذكرناها اليوم.
وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اللايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد، ونبقاو دائما على اتصال. شي سؤال او استفسار خليوه لي تحت الفيديو، وانا مستعد باش نجاوب عليه. والناس اللي كيسقسيوني على الوسيله ديال الاتصال، راه كاينه انستغرام والفيسبوك، راه كاينه في القناه ديالي. ودابا نعمل الرابط ديال الفيسبوك، نعملو تحت الفيديو باش تشوفوه، باش يمكن لكم تواصلوا معايا اي سؤال اي حاجه. وشكرا جزيلا، وعواشركم.